نايدروينا على مغني فلسطيني لاح الراية المغربية في مهرجان قناوة. وفي فيديو صور الرابور سانت ليفانت كيلوح راية البلاد في الأرض بعد ما سالا غناه الزين فوق الخشبة. بنادم كعا على الفنان ومشاو بزاف من المغاربة عنده الانستغرام وما خلاو فيه غير اللي نساو وطالبوه يخرج باعتذار رسمي للمغرب على هاد الفعلة فالراية المغربية وتصوير سيدنا خط احمر. اما الفضيحة ان مديرة المهرجان نايلة التازي بوجهها الحمر كتصوني على المغني ولد مو الجزائرية طلب منه تحذروا باش يقدم اعتذار للشعب المغربي بعد ما جاه السخون من الفوق. يعني داروا فيها وقمعوها جهات عليا مسؤولين من الفوق. وقبل ما يزيد يسخن الطرح خرج مغني الراب مروان عبد الحميد المعروف بسانت ليفانت بجوج سطور وكتب بالحرف اعتذر للمغرب وشعبه على سوء الفهم اللي اعتبروا البعض اساءة للبلد. احترامي وتقديري لكم لن يجعلني اقوم بهذا الفعل قصدا. كنبغيكم بزاف نورمالمون عشيري ما توصلش لهذا المواصل. جيتي لبلاد الخير شبعتي حليب وشوكولات وبلاطوات الحلوى والكاطو زيد عليها مخلصين عليك طياره والتبريعه في الاوتيل السربايه عاد الدوش والناموسيه نعم سيدي التمخميخه في لابيسين وزيد حوايج ما تحلمش بها في بلادك. والضيافه المغربيه معروفه في العالم كامل. واهم حاجه واخد معاك فلوس صحيحه على نص ساعه بلا بلا الراب تاع العبار وفي الاخر تعفط على رايه البلاد. قوم ما فيه خير واخا تعطيه الكلوه ديالك. كندوي على الدولتين بجوج لا دولة الجنسية ولا دولة الأصل بحال مازال الجزائر ما ندويش عليها. دارت الصواب في وفاة أم الشرفاء صاحبة السمو الملكي الراحلة الأميرة لالا لطيفة وحتى أغلبية الكومنتيرات ولي ميساج كتبين خوا بين الشعبين صيفطوا التعازي وواساو المغاربة وحتى من الرئيس ديالهم ودار الصواب مع الملك. تديفوا في هذا المغني ولاد بلادو. فلما تنشر خبر وفاة الأميرة الراحلة في السوشيال ميديا الفلسطينيين عوض يعزيو بحالهم بحال جميع الشعوب كتشوف تعليقات من حسابات صادمة ما كنعممش. المهم واحد الفئة اسخن عليها الراس ونسات شحال المغاربة واقفين مع القضية وشحال المساعدات من ماكلة وشراب كيصيفطها سيدنا كل مرة وكذلك المساعدات المادية بالملاير. فالمغرب كيمول 87% من صندوق بيت مال القدس. وفي هاد 25 عام الاخرى تحطات في الصندوق 65 مليون دولار فيها 23 مليون دولار من مساهمة الدول والحصيصة الكبيرة 75% جات من بلادنا. عاد 27 مليون من المؤسسات و15 مليون دولار مساهمات من المحسنين وهما باش كيردوا الخير ما كيحترموا رموز البلاد ومنهم كاع اللي كيدعم الانفصال ومخيمات العجاج. وكل عام كتمشي جمعيات ومنظمات ومسؤولين كيحتفلوا معهم في مخيمات العز والواد الحار والعيشه في الخيام تحزمات القرعه بالفكوس. لذلك اي واحد ما كيحترمش رموز البلاد يغبر علينا كمارتو. اش غيزيدك واحد كيغني فوق المنصه يشطح ويهرنط غا الفنان مسحوا ليه الصباط نفرشوا ليه الزربيه حتى تدصروا في الاخر غيدي الفلوس وحتى الكلام الزين ما غتشوفوا. واش غنستافدوا نشدوا في البوله فراسكم انه المغرب اكبر دوله في افريقيا من ناحيه عدد المهرجانات. كاين مهرجان موازين في الرباط مهرجان كازا مهرجان مراكش الدولي للسينما الملحون والاندلس في فاس مهرجان تيميتار في اكادير مهرجان قناوة وعاد المدن الصغيرة بحال ورزازات تارودان تسعيدية الناظور تطوان وعاد مئات السهرات اللي كتنظمها الاتصالات في البحورة. وتخيل شحال غير مهرجان الصويرة اللي شارك فيها هاد المصدي اللي لاح الراية مقيومة ب20 مليون درهم. وهدف الحكومة من هاد الشيء هو نشهروا ونعرفوا بالمنتوج السياحي والتراث المغربي ويفوج المواطن ينسى المشاكل والأهم يجر السياح. خصوصا أن الصويرة معروفة عند الأوروبيين وناسها كل عام تيتسناو قناوة باش يدخلوا شوية لا صحاب الأوتيلات ولا البازارات صحاب الحوايج التقليدية لأن المدينة ما فيها لا وزينات لا صناعة لا اقتصاد معولة غير على السياحة وما اللي هيعيشوا المدينة. فمهرجان الصويرة ما بقاش عادي راه ولا عالمي ومن التراث الثقافي اللي كيشهر ويطلع سمعة المغرب. غير هو خاص المسؤولين والمنظمين يفرضوا شروط على المغنيين الاجانب. اي واحد كما بغى يكون ولو تجي شاكيرا ولا جاستن بيبر ولا مايكل جاكسون الى نوضوه من قبره قبل ما يطلع المنصة ضروري ما يحترم هاد الحوايج. المغاربة ما تقيسهمش في الدين الراية الملك وقضية
مغربيه الصحراء، قابل بهاد الشروط مرحبا، ما بغيتيش ارجع من الطياره اللي جابك. عقلتو واحد الوقيته ملي الشاب بلال سولو واحد المذيع الا عطيناك الجنسيه المغربيه تقبلها، قال لهم اش غندير بها؟ غنشري بها لا كريم. او من تما سدوا عليه القنوات المغربيه، دوزيمو البريميان في سهراتهم، وما بقاش كيدور في المهرجانات والمدن المغربيه. هذا بلان خلاوه مسكين مقموع، واخا اعتذر وحاول يصلح الغلط، مي الكاسيله تهرس ما عمرك تجمعوا. السلام عليكم. تصدر وما بقاش قادر يرجع للساحه المغربيه بعد الزبله، ونفس الحاجه خاصها تعاود مع هذا الرابور، ما يعتبهاش باقي. عطى الله المغنيين والفنانين اغوغو وسالينا. تهلاو.